السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما شفتوا في الصورة من قبيل، اليوم راح نديرو شوية كباب ان شاء الله، الله يكتب ربي ان شاء الله على طريقتي انا. يعوذ بالله من كلمة انا، طريقة سهلة بسيطة والبنة ما شاء الله. ما عندي ما راح نقول لكم. اول حاجة بديت بها كما راكم تشوفوا لهنا، درت شوية زيت. كاين اللي يديروا السمن، كاين اللي يديروا الزبدة وزيت. أنا قلت لكم على طريقتي أنايا. درت حوالي 3 مغارف تاع زيت فقط. حطيت عليهم راس كبير تاع بصلة، قطعته ما ربيتوش، قطعته رقيق خلاص. وقت تشوفوا في الصورة إن شاء الله، لا كتب ربي إن شاء الله. ذبلته شوية ومن بعد زدت عليه الدجاج. راكم تشوفوا فيه كيفاش رقيق ما شاء الله. واش زدت عليه الدجاج. انا الدجاج درت، ما درتش الفخاذ، درت غير الستر تاع الدجاج وقطعته طراف صغار، لانه هذاك واش ياكلوا لي انايا، صحي وفي نفس الوقت هذاك واش ياكلوا على جال البروتين. راكم تعرفوا اللي عندهم ولاد شويه كبار، ربي يبارك، راهم يعرفوا الروتين، راهم يعرفوا السيستم كيفاش راهو. خليتهم تقلاو شويه حتى نبيض ديال الدجاج، قلبته منه ونهيه. ومن بعد كي درت له لي زيبيس، درت له غير شويه ثوم، شويه رند، وشويه تاع ملح، فلفل الكحل فقط. ما حبيتش نكثر عليه بزاف. وزدت خليته يتقلى. شوفوا، هذه نصيحة خاصة المبتدئات. لا بغيتو ماكلتكم تجيكم بنينة، راني نهضرها ديما 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 ديما، لازم تتقلى. قد ما تتقلى على نار ذليلة، شوفوا تتقلى، طيبوا على نار ذليلة. وإذا تقدروا في الطين، إذا تقدروا، إذا مستطاع في الطين، صدقوني راهو سبحان الله هذيك البنة اللي يطلقها الطين ما شاء الله. دوك شويه هكا ونبدا نحكي لكم على الطين. ومن بعد كي رحت مرقتها لهنا من الفيديوهات، تخلطوا لي سامحوا لي. رحت مرقتها كما شفتوا من قبيلت، مرقتها وخليت الدجاج يطفي عقله. ما بين ما راهو الدجاج يطفي عقله، نقيت البطاطا تاعي، قصيتها انا رونديلات. في الكباب نحبها رونديلات، ما نحبهاش انايا، ما نحبهاش كيما البطاطا العاديه كما يديروا الكباب صح هو الكباب صح. البطاطا تتقص على 4 ولا على 6 كشغل القليان، مي هي تجي خشينه. قليتها، حمرتها شويه، زيد شويه حموريه. ومن بعد الافا كي طاب لي الدجاج، حطيت عليه البطاطا تاعي، زدت قلات الفما ثانتكي. ومن بعد طفيت عليها. انا ما درت لهاش لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا هو الفلفل الكحل اللي راني نطلق فيه بركه. انا ما درت لهاش البيض، زدت لها غير شويه دبشه فقط، دبشه ولا كزبر كما يقولوا له اخرين يقولوا الدبشه، اخرين يقولوا الكزبر فريش. انا قصته حطيته في الكونجيلاتور. خليتها غلات 2 دقائق برك وطفيت عليها. هذا ما كان اصلا الطين يا بعد راه هو كي يحكم السخانه تاعو. وشوفوا كنصيحه على الطين، لكن تقدروا اشربوا في الطين، كلوا ماكله تاع الطين. راهو سبحان الله الطين راهو ينحي لنا الامراض كامل 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 اللي رانا نكتشفوا فيها كل خطره. صدقوني راهو كي سبحان الله. وبنته ما عندي ما راح نقول لكم، والله ما عندي ما راح نقول لكم. انا كل ما تجيني فرصه مانيش نقول انا ما نطيبش نطيب غير في الطين، لا، حتى انا نطيب في الكوكوطه، نطيب في البرمه، نطيب في الباسينه، كل حاجه فاش نطيبها راكم فاهمين. مي كي يكون عندي الوقت كيكون حوايج هكا خاصة تقليديا، حوايجنا تاع التقاليد نحبهم هكا يكونوا على كارهم كما نقولوا حنايا، راكم فاهمين. ان شاء الله نكون وصلت لكم الفكره تاعي ان شاء الله، لا كتب ربي ان شاء الله. وفي نفس الوقت اللي راهم يتفرجوا في لي فيديو تاعي، نقول لكم بارك الله فيكم. باذنه تعالى راح نبدا لكم مسابقه ان شاء الله، لا كتب ربي ان شاء الله. ما زلت ما خممتش بالضبط، مش مازلت ما خممتش، هي خممت فيها مي ما زلت ما لقيتش بالضبط. مسابقه تاع واش حابه نديرها، مسابقه مختلفه هكا.
وفي نفس الوقت نشوف كيفاش، لانه انا في الغربه، نشوف كيفاش تسمى لو كان يربحوا اللي راهم في الجزائر، كيفاش باش يوصلهم الهدايا تاعهم. ها هي كي البطاطا شفتوها كيفاش حمرتها شويه برك، ما حمرتهاش بزاف. وكما قلت لكم رونديلات ما يكونوش رقاق خلاص، وما يكونوش خشان بزاف، عاديين. باذنه تعالى حندير مسابقه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الفيديو اللي من وراء هذا باذنه تعالى، اللي نهضر لكم عليها. وبيان لو كان نفتح لايف ان شاء الله نهضر لكم عليها ان شاء الله، تسمحنا كي نعدل الامور كامل ان شاء الله ونهضر لكم عليها ان شاء الله، لا كتب ربي ان شاء الله. وان شاء الله يكونوا رابحين معنا ان شاء الله يا ربي العزيز ان شاء الله. ومرحبا بكم كامل ان شاء الله يا ربي. انا النهار هذا اللي طيبت فيه الكباب، درت معاه شويه كسره خميره، شويه سلطه. الف حمد والف شكر لك يا رب على النعمه هذه. شوفوا اخواتاتي، والله ما كاينش كت البساطه. انا اعوذ بالله من كلمه انا، اللي يعرفوني من قبل واللي رايحين يعرفوني منه هكا ان شاء الله، انسانه بسيطه جدا. راكم تشوفوا في الخميره من هي كيفاش راهي تطلع، انسانه بسيطه جدا. الحمد لله يا ربي. مانيش من النوع نتاع اللي نحب نعمر الطابله. انا الحمد لله شويه كباب معاه شويه سلطه، لا كانت تكون موجوده ثانتكيه، شويه سلطه وشويه تاع كسره. الف حمد والف شكر لك يا رب، لانه هي العين تاكل قبل الكرش، راني معاكم فيها. بصح مبذرين كانوا اخوان الشياطين في نفس الوقت. تسمى هذه ديما ديروها في بالكم، طيبوا وكولوا واش راكم قادرين تاكلوا، موش تطيبي وتديري وتعمري الطابله وما نعرفوا شي هو، ومن بعد نص الماكله نروحوا نرميوها. حرام والله، غير حرام علينا. المهم تاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله.